السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع رمضان؟ كلشي مزيان؟ انا توصل نصف رمضان عاد جبت لكم الحريره ديالي. بطلب من بزاف البنات اللي يشربوا الحريره ديالي طلبوني نحط لكم الوصفه. وصفه عاديه، مهم بطريقتي كتجي زوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، نعطيكم مقادير وتجربوها ان شاء الله. غادي ناخذ في طنجره كبيره. غناخدو نص زلافة تقريبا القزبر مقطع رقيق. الحريرة كما كتعرفوا راه ما فيها لا كراماج لا والو، غير عينك ميزانك، غير كتختلف غير من العطرية. نص زلافة القزبر، نص زلافة المعدنوس، ونص زلافة الكرافس. انا هنا راه الطنجرة كبيرة، راه كتبان صغيرة ولكن راه كتهز بزاف. هاد القياس راه كتير بزاف. نتوما غادي تمشيو على، هنا درت طريفة اللحم، وماشي ضروريا تقدروا ديروا حريرة بلا لحم. انا درت طريفة اللحم وشوية العظيمات. ممكن ديروا غير العظيمات اولا ديروا غير كنور البقري ولا. هنا غندير انا كاس صغير زيت البلديه. المهم هذه هي الطريقه اللي كندير دائما وكتجي الحريره زوينه الصراحه. هنا كندير الحمص. هادشي كله عينك ميزانك على حسب الطنجره اللي غطيب فيها، كتاخد القياس ديال كل حاجه. صافي هنا غادي ندير العطريه. غندير 2 معالق عامرين بالخرقوم، كما كتشوفوا ها هما. 2 معالق صغار اولا معلقه كبيره عامره مزيان. 2 معالق الملحه، و2 معالق السكينجبير. هنا انا عندي معبورين. غادي ندير الراس المعلقه القرفه. كاين اللي كيكثر القرفه كتجي خايبه في الحريره، كديروا فيها راس المعلقه باش كتجي زوينه وبنينه. غندير معلقه كبيره السمن. انا مازال غادي نزيد السمن وداكشي في الاخر فاش غنبغي ندورها. المهم هادشي اللي كندير في الاول فاش كنبغي نقليها، نبقاو غاد مرحله بمرحله. غادي ندير 2 معالق صغار البزار. كما كتشوفوا. انا كملت شويه الزيت كنبقى عندي في الكاس. هنا درت زيت الزيتون، ممكن ديروا الزيت العاديه. صافي وغادي ناخذ طنجره نشحر هادشي كامل. غادي ندير له قطيره الماء ونشحرو باش ما يتحرقليش. هنا عندي 4 المطيشات كبار مطحونين مع 2 بصيلات صغار. طحنت مطيشه بقشرتها بالزريعه بكلشي، حيدت لها غير داك الشابو الفوقاني، والبصيله نقيتها وطحنتها. صافي هادوك ملي غادي نشحر هادشي مزيان غنزيدو موما والعدس ونخلي هادشي يطيب. نتمنى ان شاء الله تجربوها بطريقتي، غتجيكم زوينه ان شاء الله. هنا ها هي تشحرات كما كتشوفوا. غنزيد المطيشه والبصله، وغادي نزيد الماء. غندير الماء طايب صافي وغنخليها طيب. انا ما تنديرهاش في كوكوط لان الحمص مفسخ دغيا كيطيب، غير في الطنجره كطيب مزيان. صافي هنا انا الطماطيشه والبصله. غنزيد العدس، وغنزيد 2 معالق كبار د المطيشات الحك. صافي هنا ها هي كطابت تقريبا طايبه. غادي نزيد لها الشعريه واحد الدويبيره د الحامض تعطيها مذاق زوين.
هنا كنكمل القياس ديالي د الماء، ودائما كنزيدو الماء طايب، ما كنزيدوش الماء بارد. صافي غنخليها تغلى. هنا غادي نزيد ليها الطحين باش ندورها. ها هو عندي هنا الطحين، كنزيد فيه معلقه د مطيشه الحك. صافي وكندور قياسي، ما كنخويش كلشي، كنبقى بشويه بشويه حتى كنشوف الحريره في السمك اللي بغيت. صافي وكنحبس. وفي هذه المرحله كنبقاو نحركو، ما كنحبسوش باش ما تقالش لنا الحريره باش ما تلصقش في الطنجره. كنوريكم بالتفاصيل، راه كاين اللي مازال ما كيعرفوش الحريره، ما كيعرفوش يديروها. كاين عرايسات باقن جداد، وكاين بنيتات باقن عاد كيتعلموا الطبخ، حتى هما يستافدوا. هما العيالات ما شاء الله راه كلشي كيطيب، كلشي كيصاوب حريره، غير هي كتختلف الصراحه، حريره على حريره كتختلف. نتمنى ان شاء الله تجربوا الحريره ديالي وغادي تعجبكم، انا اكيده. صافي هنا انا بان لي باقي خصها شويه الطحين، غادي نزيدها شويه، جاتني خفيفه. صافي دابا هنا ها هي بدات كتغلى. وفاش كنديروا الطحين خصها طيب شويه، ماشي غير ندوروها صافي ونحيدو، خاص هذاك الطحين يطيب باش ما يبقاش داك المذاق ديالو خضر. هنا انا درت بيضه، ضربتها مزيان. وهنا فاش كندورها كنزيد شي شويه المعدنوس، دائما كنزيدو حتى الاخر كيعطي واحد البنه زوينه، وهو معلقه صغيره د السمن. انا هنا راه درت معلقه كبيره لان الطنجره كبيره. صراحه جات زوينه، نتمنى ان شاء الله تجربوها. صافي ها هي تقريبا واجده. نتمنى ان شاء الله تجربوها، ونتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو. وها هي حريره واجده. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم، والبنات اللي طلبوا مني المقادير نتمنى ان شاء الله يشوفوا الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم ومع الناس اللي كيهمهم الطبخ، وبصحه وراحه.